السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم واتوب اليه. استغفر الله العظيم واتوب اليه. استغفر الله العظيم واتوب اليه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله جايبه لكم اسرع طريقه لتقطيف الملوخيه، بما اننا طبخناها وخرطناها. ان شاء الله هنوريكم دلوقتي طريقه حلوه لتقطيفها. الاول لو الملوخيه عندك حجم العرق عندها تخين شويه كده، هتحتاجي مصفى زي كده تكون الثقوب بتاعتها واسعه شويه. ولو الملوخيه عندك رفيعه هتحتاجي مصفى بالشكل ده. بسم الله. هنشوف كده هنا معانا عرق الملوخيه بالشكل ده. هتدخليه من الخرم بسرعه كده، وهتشوفي ورق الملوخيه كله وقع معاكي بالطريقه دي. هنشوف واحده كمان اهو، ورق الملوخيه كله طلع معاكي. لو في حاجه صغننه كده هتاخديها بسهوله، ما فيهاش اي مشاكل. وكمان الطريقه دي حلوه في حاجه، لو ولادك قاعدين فاضيين كده في الاجازه زي حالتنا، ممكن تديهم، بينبسطوا قوي لما تديهم الملوخيه يقطفوها بالطريقه دي. بتلاقي الملوخيه نزلت مسكت معاكي في الثقب كده. وبعدين ما تخافيش، مش بطيئه ولا حاجه، يعني بتعمليها بسرعه اهو، متاخدش منك اي وقت بالطريقه دي اهو. بتلاقيها طلعت. لو في حاجه بسيطه كده معاكي هتشيليها. طبعا حد هيقول لي لو في ورقه مش حلوه او صفرة او كده او مخرومه او كده، طبعا انا بعد لما بعمل الخطوه دي بمسك كده سريع سريع، ما بتاخدش مني وقت. الحاجه اللي لو طلعت معايا حاجه زياده زي كده بشيلها بسرعه واروح حاطه الورقه. اظن ده اسهل بكتير من لما تقعدي تجيبي الملوخيه العود عود كده من فوق لتحت. لا، كده هتسهل معاكي كتير جدا ان شاء الله. بصوا عشان اوريكم انها ما بتاخدش وقت. طبعا انا بتكلم فعشان كده ممكن اكون مبطئه شويه، لكن هوريكم ان هي ان شاء الله ما بتاخدش اي وقت. ده تخين شويه، مسك في الثقب بتاع المصفى اهو، طريقه زي الفل. بعد لما هتخلصي هتشوفي الورقه الوحشه، الورقه الصفراء، وتشيليها من قلب المصفى بتاعتك. في وقت بسيط قطفنا كميه كويسه اهو، وان شاء الله هتريحك جدا جدا الطريقه دي، ومش هتتعبك. ويا رب تكون طريقه ان شاء الله حلوه وتبسطكم. وعلى فكره مسليه ولذيذه اكتر من الطريقه العاديه، يعني تحسي نفسك بتلعبي كده وانت واقفه في المطبخ. ربنا يجعلها في ميزان حسنات اول واحده. انا شفت الفيديو ده على الفيسبوك للامانه وما كنتش مقتنعه قوي في الاول، بس لما جربتها بصراحه طريقه ممتازه. ربنا يا رب يبارك لها ويساعدها. اول حد انا معرفهاش، ده كان فيديو قصير جدا على الفيسبوك، انا معرفهاش اللي عملته، بس يا ريت كلنا ان شاء الله نقول يا رب يجعلها في ميزان حسناتها. وطبعا ما ينفعش الواحد يتعلم حاجه ويكتمها، لازم الواحد لما يتعلم حاجه ان شاء الله يوصلها للكل. يا رب ان شاء الله اكون افدتكم. ويلا بقى روحوا هاتوا ملوخيه والعبوا كده زي ما انا قاعده بلعب ان شاء الله. يلا صلوا على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.